السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. فيديو النهاردة انا هعمل لكم بقى ان شاء الله اللوبيا الناشفة، ودي تعتبر يعني ايه اكلة منسية شوية. فانا جايبه لكم بقى ربع كيلو لوبيا ناشفة، وجايبة كام طماطمية كده ومعصراهم، وبصلاية وضربها في الكبة، وبرده كام فص توم كده. كل ما تكتري لها التوم بتبقى طعمها احلى. طريقة نقع بقى اللوبيا والفاصوليا والبقوليات دي كلها انا قلتها لكم قبل كده في فيديو، ان انا ايه بنقع بغسلها الاول غسلة كويسة جدا مرتين ثلاثة، وبنقعها 10 دقايق، وبعد ال10 دقايق دول بصفي ميتها، وبرجع بقى ايه احطها في مية نظيفة خالص، واسيبها بقى، بس مية مغطياها كويس، واسيبها بقى من بالليل للصبح كده، او مثلا بسيبها 3 4 ساعات اقل حاجة يعني. فالبقوليات بتتنقع يعني ايه كتير شوية عن اي حاجة. طبعا ايه انا هبتدي بقى ان انا الفاصوليا اللوبيا او الفاصوليا اللي زيها برضو، بس هي بيبقى حجمها كبير. كل الحاجات دي بتتسلق، لازم اسلقها شوية. فانا ايه هصفي ميتها بقى واغسلها غسلة اخيرة، واحطها في مية تانية نضيفة، اغلي مية واحطها في المية المغلية، واسيبها تتسلق بقى ايه لغاية، واتابعها لغاية ما احس ان هي ايه خلاص قربت تستوي. فهروح بقى دلوقتي اغلي شوية مية واحطها تتسلق على البوتاجاز. بنحط بقى يا جماعة اي مادة دهنية انتوا بتستخدموها، يعني زيت على سمنة، سمنة لوحدها، اي حاجة، وبعدين نحط عليها البصلاية. احنا بقى بنطبخ بالطريقة القديمة، ودي والله احلى الطرق يعني. هنشوح البصلاية بقى دلوقتي بقى يا حبايبي. احنا يعني شوحنا البصلايه واديناها يعني ايه صفرناها بسيط قوي كده. هنضيف بقى الثوم، هنديها تشويحه بسيطه قوي مع الثوم. بعد ما حطينا الثوم بقى وادينا له تقلبتين مع البصل، هنحط بقى الطماطم تتسبك وعليهم ملح وفلفل. بعد ما حطينا بقى الطماطم هنحط بقى الملح والفلفل كده، وانت لو عايزه تضيفي اي بهارات تانية براحتك يعني حسب ما بتحبي. وبعد ما الطماطم تتسبك شويه هنضيف بقى الشوربه عليها، وبعدين هنستنى لما اللوبيا تتسلق، ونقوم ايه يعني 3/4 سلقه، وبعد ما الطماطم تتسبك خالص هنحط اللوبيا عليها. ده شكل اللوبيا بقى بعد ما خلصت يا جماعة. طعمها رائع بجد والله، لو جربتوها مش هتندموا. على العموم انتوا لو هتعملوها ان شاء الله على بتطبخوها على لحمة، بتسلقوا اللحمة نص سليق، بتاخدوها تشوحوها مع البصلاية، وبعدين بتكملوا بقى ايه اللوبيا بالطريقة اللي انا كملت بيها. انا كمني عاملاها على فراخ، فما دخلتش الفراخ في الاكل يعني. جربوها مش هتندموا والله، جميلة 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 يعني، ريحتها خطيرة وطعمها رائع. وما تنسونيش بقى يا جماعة باللايك والشير واشتراك في القناة، ونشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.